انتوا فاكرين انكم مش هتشوفوني تاني؟ انا صحيت بقالي فتره كده غايب، ما حدش بيسال يعني، فغيب براحتي عادي. بس بقول لكم ايه، هل ممكن الكاميرا تبقى سلاح؟ لان في 2022 لما المعزه كان بياخد كاس العالم في نفس السنه دي، الكاتب تاتسكي فوجيموتو، يا رب اكون نطقته صح، كان لسه مخلص كتابه الجزء الاول من تشينسو مان، وكان حاسس انه محتاج يتسلى كده شويه، فنزل مانجا وان شوت يعني فصل واحد بس بعنوان جود باي ايري. القصه بتحكي عن واد اسمه يوتا، وفي عيد ميلاده ال 12 امه جابت له هديه تليفون، مش عشان يلعب صابوي، لكن هي عايزاه يستخدمه عشان يصورها في اخر لحظاتها وهي بتعاني مع المرض اللي بياكل فيها بقاله فتره. من ساعتها التليفون ما عادش بيرتاح، بقى جزء منه، ما بيسيبوش من ايده، مش بس وقت ما بيصور امه، لا بقى معاه طول اليوم. بنشوفه بيصور القطط في الشارع، بيصور ابوه وهو بيعمل حاجات عاديه جدا، وبيصور امه وهي في الحمام، لقطات غريبه ومحرجه ما فيهاش اي معنى واضح، بس هو مستمر مش بيوقف. الايام بتعدي وهو لسه بيصور لحد ما الساعات اللي بيصورها توصل ل 100 ساعه من المقاطع، فيديوهات ملهاش اي معنى واضح، بس بالنسبه له كل حاجه لازم تتصور. في يوم من الايام ابوه بيجي له ويقول له انهم لازم يروحوا المستشفى دلوقتي لان امه بقت بتعيش اخر لحظاتها. يوتا ما بيردش، ما بيقولش حاجه، بس بيجري ويهرب، مش قادر يواجه اللحظه دي. بعد كده بنشوفه في المدرسه بيعرض الفيلم اللي عمله على زمايله. الفيلم بيتعرض والطلبه كلهم بيضحكوا، مفيش حد واخد الموضوع بجديه. الاستاذ بيدخل غاضب متضايق جدا، ايه اللي انت عملته ده بقى؟ يقعد يقول له يا عم ما عملتش حاجه عادي يعني. وبعد كلام الاستاذ ده كله بنشوف رده فعل الطلبه. واحد منهم شايف ان الفيلم ظلم امه وان اللي اتعرض مش عادل خالص. في واحد تاني مش مهتم اصلا وبيضحك زي الباقيين. وواحد تالت ايه الخرا ده بقى يا اسطى؟ يوتا بقى متضايق اكتر من اي حاجه تانية انه حط انفجار في نهايه الفيلم، حاسس انه خرب اللحظه كلها بالقرار ده. بعد الاحراج دوت بنشوفه بيصور فيديو جديد، بس المره دي مختلف، ده اخر فيديو هيصوره في حياته، فيديو وداع، لانه قرر انه هينتحر دلوقتي. بيمشي بيروح المستشفى بتاعت امه وبيطلع فوق على السطح وهو واقف هناك لسه ماسك الكاميرا. فجاه بتظهر قدامه بنت مزه جدا، وهنا بنتعرف على البنت، بتقول له هاي انا ايري، بتقول له لو عايز يموت يموت في مكان تاني مش هنا يا معلم. وساعتها بتكتشف ان اللي قدامها ده هو صاحب الفيلم اللي اتعرض من شويه في المدرسه. بتقول له تعالى معايا، وبتاخده على بيتها اللي هي قاعده فيه اصلا لوحدها ببساطه يعني يا سرقاه، وهناك بتخليه يقعد يتفرج معاها على 5 افلام. الكاميرا بتفصل شحن في النص، وبعد ما بيشحنها بيكون يوم كامل عدى من غير ما يحس. بيسالها احنا ليه بنتفرج على الافلام دي كلها بقى؟ وهي بتستغرب من السؤال لانها مفكره اصلا بيتفرج على افلام كتير علشان يعرف يعمل فيلم زي بتاع امه ده. بتعترف ان فيلمه كان تعبان جدا، بس هي ما حسيتش باي ملل منه خالص، وبتقول له فيلمك كان فاجر يا اسطى. بس بيكمل كان غبي برضه لانها كانت الوحيده اللي بتعيط في الجحيم، كلهم كانوا بيضحكوا وده مضايقني جدا. فبتقرر انه من بكره هيبدا يتفرج على افلام كتير، مش علشان هو عايز لكن علشان يفهم ايه اللي بيخلي الناس تصيح. وبتقول له ما تقلقش انا هبقى مديرتك. يوتا بيرجع البيت وابوه تقريبا ما كانش عايش معاه خالص، يعني طول اليوم ده اللي عدى وهو ما كانش موجود تقريبا. بيقف قدام الكاميرا وبيعترف ان فكره الانتحار كانت غبيه جدا، وان اللي احسن انه يجرب الحياه لحد ما يجي دوره في الموت، لان كلنا هنموت في الاخر. هنا ايري بتطلب منه انه يلخص لها ال5 افلام اللي اتفرجوا عليهم امبارح بطريقه يقدر يشرح لها فيها الاحداث. فبيسالها يعني هقدر اعمل فيلم بالطريقه دي؟ بتقول له ده اللي بتعمله هوليوود، انت ما بتثقش فيهم ولا ايه؟ علاقتهم بتتطور مع الوقت وبيشوفوا افلام اكتر من الاول، ويوتا بيقدر يفهمهم اكتر. بعد فتره بتقول انه بقى مستعد انه يعمل حبكه الفيلم بتاعه، وبتفهمه ان ده معناه انه يحدد فكره الفيلم قبل ما يكتب السيناريو. يوتا بيقترح عليها ان حد تاني يعمل الفيلم، هي مثلا، لانها اكيد احسن منه. بترفض وبتقول له لا انت اللي هتعمله، انا عايز اشوف فيلمك انت، وكانها وقعت في حب افلامه من غير ما تعرف او تحس. بيقترح عليها كذا حبكه من المتوسطه والعادي والممل جدا، لدرجه انها ما بقتش عارفه تفرق بين الجيد والسيء. فبيسالها ايه عجبك في الفيلم بتاعي اصلا؟ فبتقول ان هروبه من المستشفى كانت لحظه مؤثره جدا، وان مش اي حد ممكن يطلب من ابنه اللي في الاعداد اصلا يصوره وهو في نهايه حياته زي ما امه عملت. مستغرب الحوار ده اصلا. بتقول له ان طريقته في تصويره لامه في الاوقات الجميله مش في اوقات موتها وتعبها كانت جميله جدا، علشان كده مش عايز اشوف قصه حد تاني، عايز اشوف قصتك انت. يوتا بيسال ابوه سؤال بسيط، بابا ايه اللي بيجي في بالك اول لما بتفتكرني؟ فبيرد عليه بيقول له ان حبك للافلام وانك بتحط لمستك المجنونه في كل قصه بتعملها. يوتا بيروح لإيري عشان يحكي لها فكره الفيلم اللي هي طلبته منه، وبدل ما يخترع قصه من الصفر بيحكي لها نفس قصه موت امه، وبيستخدم تجربته الحقيقيه كاساس. لكن بعد كده بيضيف عنصر خيالي، بيدخل شخصيه مصاص الدماء في القصه، شخصيه المفروض تمثل إيري نفسها جوه الفيلم. بيروحوا لبيت الاب اللي بيبان عليه انه متضايق جدا من الفكره كلها، بيتوجه لإيري ويترجاها انها تسيب يوتا وما تخلوش يعمل فيلم. بيقول لها ان فيلم امه اصلا بوظ له نفسيته، ولو صنع الفيلم الجديد ده وحصل فيه نفس الاحباط ممكن تكون دي القشه الاخيره اللي تمنعه من انه يكمل في حياته اصلا. بيوضح لها ان لما الشخص يحط كل طاقته وتركيزه وثقته في حاجه، بعدين الناس تفضل تتريق عليه وتضحك على اللي بيعمله وتعامله كانه لعبه، الاثر النفسي بيبقى مدمر. يوتا بيحاول يتكلم بس انا والله بس يا كلب اقعد ساكت، وبيبص لإيري ويقول لها انا مش عايزك تقربي من يوتا تاني، وانا وعدت مراتي ان اخد بالي من العيله دي، فسيبينا بقى. اقطع بقى يا ابني انت بقى كده. فجاه المشهد بيقطع وبنكتشف ان ده كله كان مجرد مشهد تمثيلي بيصوروه لفيلمهم. الله على الاداء والله يا حاج، يعني حاجه فجره. اللي بتسال الاب اذا كان ما عندوش مانع فعلا ان يوتا يصور الفيلم، بما انه لو طلع سيء الناس هتفضل تتريق عليه زي ما حصل قبل كده. هنا الاب بيقول
بيقول لها كلام مهم جدا، بيحكي لها ان واحد صاحبه قال له قبل كده ان علشان تعمل فيلم مبدع لازم تنبش في مشاكل الجمهور نفسه عشان تخليهم يضحكوا ويعيطوا في نفس الوقت. وبيختم بسؤال: مش هيبقى في ظلم لو صناع العمل نفسهم ما تأذوش زي ما هيتأذي جمهورهم؟ يعني ببساطة عشان الجمهور يتفرج على الحزن، صانع العمل لازم يعيش الحزن ده فعلا مش يمثله بس. بيروحوا البحر وإيري لسه مكملة في دور مصاص الدماء بتاعها، وهي واقفة في الشمس بتقول له بكل ثقة: أنا بقيت في الشمس عادي دلوقتي. وكأنها بتكسر قاعدة أساسية من قواعد شخصيتها بنفسها من غير أي تفسير أو تبرير خالص. وبعدين بتضيف تفصيلة تانية تقول له إن عندها 1200 سنة، رغم إنهم أصلا كانوا متفقين يا جدعان إن عمرها 1000 سنة بس. خليكم بقى فاكرين الحتة دي كويس عشان نرجع لها تاني. بتسكت فجأة وبتقول له إنها أول ما شافت فيلمه شافت نفسها في أمه وهي حاسة بيها. بتكمل وتقول إنها فاهمة اللي ممكن يحس بيه حد لما يصور شخص هو بيموت، وإنها شايفة إن الفيلم بيبقى نوع من الخلود، إن الشخص اللي مات بيفضل حي من خلاله، بيفضل موجود وبيتشاف حتى بعد موته الفعلي. وعلى أساس الكلام ده بتطلب من يوتا إنه يصورها هي كمان في آخر لحظة في حياتها. يوتا بيتعصب جدا، بيقول أنت إزاي عايزة حاجة زي كده؟ أنا مش هرضى خالص. وبيسيبها ويطلع يجري. يرجع البيت وأبوه بيحاول يكلمه لكن يوتا مش طايق حد، بس أبوه بيفاجئه حاجة تانية، إنه سجل آخر لحظات موت أمه. بيفتح التسجيل وبنشوف الأم وهي بتقول هو يوتا ما جاش ليه، وإنه طلع ملوش أي لازمة في الآخر برضه. ونشوف لحظات من الأم وهي بتعامله بأسوأ الطرق وقد إيه كانت قاسية جدا عليه. الأب بيقول له إنه عارف قد إيه أمه كانت بتعامله بشكل صعب، بس هو عمل نفسه مش شايف حاجة، تهرب من الموقف، وإنه آسف جدا. وعلشان كده لما شاف فيلم يوتا ما كانش مصدق، لأن أمه في الفيلم كانت أحسن بكتير من الواقع. ما شافش غير لحظاتها الجميلة. يوتا بيقول له إن أمه عمرها ما عملته كويس، بس هو عايز ذكرياته عنها تبقى حلوة، وعلشان كده رفض إنه يصورها في المستشفى، وفجر المستشفى في الفيلم بدل ما يبين حالتها الحقيقية. يرجع لإيري وبنشوفها طلعت من المستشفى، وبعدها أوقات كتير جدا من السفر لحاجات مختلفة بنرجع تاني ونشوف إيري في المستشفى. فبتسأله ليه خلاها مصاصة دم في الفيلم أصلا، فبيقول إن أول حاجة عملتها معاه إنها أخدته على بيت مهجور، ومش شايف إن ده تصرف أصلا غير إنه تصرف مصاص الدماء. اللي بتقول له قد إيه كان نفسها تشوف الفيلم بتاعهم قبل ما تموت. فبيسألها أنت عايزين أخليه أي نوع من الأفلام؟ فبتقول له زي ما قلت لك في الأول، فيلم يسمعك صياح الناس وبكائهم. وبعد ما الفيلم اتعرض صحابها بيقابلوه بعد عرض الفيلم، بيقولوا له إنه خلى إيري في أفضل صورة ليها، رغم إن مزاجها أصلا كان متقلب وكانت متكبرة جدا، وما كانش في غير هما الاتنين بس صحابها الوحيدين. وبتقول له أنت بلغت شوية في تصوير إيري بمثالية زيادة عن اللزوم، بس هي هتفضل تفتكرها كده طول العمر، وشكرا يا يوتا يا صغير. ودي كانت النهاية بتاعت القصة اللي هو حكاها. بعد كده يوتا بيقول لنا إن دي كانت شخصيته في الفيلم، لكن على أرض الواقع ما كانش أحسن حاجة. يوتا بقى منعزل، محدش بيروح المدرسة، وفضل يمنتج في فيلم إيري تاني. حياته بقت مقسومة بين الجامعة والشغل بدوام جزئي، ولما يرجع البيت بيفضل يفتح فيديوهات إيري 2728 ساعة من الفيديوهات. حتى بعد ما الناس حبت الفيلم حس برضه إن في حاجة ناقصة فيه، فضل شغال عليه تاني. الوقت بيعدي، يوتا بيتجوز، بيلاقي وظيفة، وبيجيله بنت صغيرة. حتى بعد كل ده فضل شغال على فيلم إيري مرات كتير جدا، هو مش مخطط أصلا إنه يعرضه. يوتا بيقول لنا إن في يوم هو ومراته وبنته وأبوه كانوا في العربية، وهو اللي كان سايق، وحس إن الدنيا ضلمت خالص، واللي شافه بعد كده كان سقف غرفة المستشفى. وساعتها قالوا له إن حصل حادث وإنه كان الناجي الوحيد من عيلته. يوتا ما كانش مستوعب أي حاجة ساعتها، لأن طول عمره كان بيشوف المشاكل من منظور خارجي، من ورا الكاميرا. موت أمه، موت إيري، كلهم كانوا من ورا الكاميرا. وهنا يوتا أدرك إنه ما عادش مستحمل أي حاجة تاني، فبيقرر ينهي حياته في مكان بيحمل ذكرياته، وبيقفل الكاميرا. ركز معاه جدا بقى في الحتة دي، سيب الأكل دلوقتي وركز. يوتا بيروح المكان اللي هو وإيري كانوا بيقضوا فيه كل وقتهم، بيفتح الباب ويبدأ يجهز الحبل علشان ينهي حياته. وفي اللحظة دي بيسمع صوت جاي من التلفزيون، بيلف ويشوف مصدره ويلاقي إيري قاعدة قدامه بتتفرج على الفيلم بتاعه. بتقول له أنت شكلك كبرت عن آخر مرة. وبيقول لا مين؟ أنا ما عادش فاهم حاجة والله بجد. بتكمل الكلام كأن مفيش حاجة حصلت، بتقول له إن الفيلم كان ماشي في الطريق الصح، بس لسه ما بقاش أحسن حاجة، وإن النص التاني محتاج يتحسن، لأن فكرة الحبيبة اللي بتموت في الآخر اتحلبت في كل الأفلام. يوتا يعني إزاي بقى؟ يعني هو مش فاهم حاجة. هو بيقول لها أنت بتكلميني أنا؟ بتقول له أيوه أنت، بكلم مين يعني؟ يقول لها بس الفيلم فيه خيال، أنا خليتك مصاص الدماء فيه. بترد بتقول له لا ده مش خيال، أنا أصلا مصاص الدماء. أنت مش شايفها لسه مزة إزاي؟ عندها حق بصراحة، يعني هي مزة. بيقول لها بس إزاي؟ أنا مسجل موتك بنفسي. بترد بتقول له أنا فعلا مت، بس في مخيلتك أنت بس. تشرح له الموضوع، وهي إن الدماغ مش قادر يستحمل، وإن مساحته محدودة، وإنه بعد 200 سنة بيتفجر ويقتل صاحبه زي ما حصل لإيري القديمة في الفيلم. بس في حالتي أنا مصاص الدماء مش بشر، مش هموت طالما قلبي سليم. بتكمل وتقول إنها رجعت الحياة تاني بعد 3 أيام من موتها، وما كانتش فاكرة أي حاجة، لأن إيري القديمة سابت لها رسالة بتعلمها إزاي تقدر تعيش، وسابت لها الفيلم ده كمان اللي وراها إزاي عاشت إيري القديمة آخر أيامها. يوتا بيقول لها بس أنت إزاي هتعيشي كده؟ أنت هتشوفي كل أصحابك، حبايبك، حتى أهلك، كل عزيز عليكي هتشوفوهم وهم بيموتوا، وده عادي. بترد بتقول له أنا عارفة إن إيري القديمة عانت جدا، بس أنا هبقى زي الفل بفضل الفيلم ده، هقدر أشوفك ومهما نسيتك أفضل فاكراك. أليس هذا جميل؟ بيقول لها صح، قشطة قشطة قشطة. قلت له بقى أنا ما بحبش أتكلم وأنا بتفرج، تمام؟ فالباب يفوت جمل، لو عايز تخرج اخرج. بقول لها ماشي أنا ماشي، سلام. يوتا
بيقول لنا ان الفيلم فعلا كان محتاج شويه خيال وبيفجر المكان كله. بس ثانيه بقى كده، لاننا لو رجعنا شويه وهم على الشط، يوتا وايري كانوا متفقين ان شخصيه ايري هتكون مصاصه دماء عمرها 1000 سنه. لكن بعد كده اثناء تصوير احد المشاهد يوتا بيسالها عن عمرها وايري بترد بكل بساطه 1200 سنه. بس لو ركزت فيها هتلاقي حاجه غريبه شويه، وهي ان هم اصلا متفقين ان عمرها 1000 سنه، فازاي بقى بتقول رقم مختلف؟ هل ايري نسيت الاتفاق مثلا، ولا بدات تغير تفاصيل الشخصيه من نفسها، ولا المشهد ده اصلا المفروض ناخده كتصوير حرفي للسيناريو؟ بص، هو في جيموتو مش بيشرح الاجابه بشكل مباشر، وده بالظبط اللي بيخلي التفصيله الصغيره دي مهمه، لانك من هنا بتبدا تحس ان الفيلم اللي يوتا وايري بيصوروه والواقع اللي احنا بنتابعه الحد الفاصل بينهم مش واضح خالص. تحس ان ده فيلم جوه فيلم اصلا، ده حتى المشاهد شكلها غريب كده. في سؤال بسيط كده ممكن يغير مسار الحياه كامله، وهو هل ده صح فعلا؟ لان يوتا قضى سنين وهو بيصور بدل ما يواجه، بيوثق بدل ما يحس، بيبني قصه بديله بدل ما يعيش القصه الحقيقيه. الكاميرا ما كانتش اداه توثيق خالص، كانت حاجز، وساعه ما وقف قدام الحقيقه من غير عدسه تحميه، السؤال ما كانش هل الفيلم حلو، كان هل اللي بنيته على مدار كل السنين دي كان هروب ولا كان طريقه للنجاه.